بكره ماتش بلوزداد، بكره يوم الحسم، بكره من اول دقيقه في دماغ حاجه واحده بس: انت مغلوب هناك. تخيل انت نازل بعقليه انت مغلوب هناك 1-0، مش انت كسبان. مش انت كسبان، لا انت نازل هناك وانت في عقليه انت مغلوب هناك. لو نزلت بكره بالعقليه دي انت مغلوب هناك، بكره اقسم بالله هتكسب واحد واثنين وثلاثه. تخيل بكره انت لو جبت 1-0 بس وانت بقى فرحان بقى، 1-0 هناك 1-0 هنا والدنيا فلالي، ورجعت دفعت. هتتغلب. هتتغلب. بكره هيتعادلوا معاك 1-1 وتقعد نفسك 90 دقيقة، يعني حرق أعصاب وأعصابنا. هيجيبوا فيك التاني في أي كرة طايشة. أي كرة طايشة هتلاقي في دخل فيك التاني على طول، من أي كرة كده يعني هايفة. عشان كده لازم من اول دقيقه لازم تجيب جون الاول والتاني في اول شوط، والتاني شوط بقى براحتك، دافع براحتك برضه، لان بكره هتلاقي في شراسه من عندهم هجوميه. احنا بكره على فكره مش هتلاقي فرقه مثلا بتدافع والكلام ده، لا انت بكره فيها هتلاقي في شراسه منهم. انت لازم تكون عامل توازن بين الاثنين، بس في الاولويه عندك انت من اول الشوط انت نازل ضاغط، انت بتلعب في ارضك وسط جمهورك، وروحك في الملعب هي اللي هتخليك تكسب، مش اكتر من كده ولا اقل. بكره في كتير قوي مستنيين انك تقع ويضحكوا ويفرحوا. اوعى تديهم الفرصه. فرح جمهورك بكره. بكره ماتش صعب، مش سهل. بكره ان شاء الله ربنا ينصرنا ويفرحنا باذن الله. السلام عليكم.